موقف النائب ممدوح اسماعيل يطرح سؤال، رأيك كيف في هكذا موقف يعني؟ والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة إنه بالعكس دي كانت فرصة ذهبية إن إحنا نستعيد السنن الطبيعية لثقافتنا وعقيدتنا وتراثنا، إنه وقت الصلاة بتتوقف الأعمال علشان إقامة الصلاة يعني. نعم. الحقيقة ده يجب أنه يكون نظام، مش أنه واحد يعني يضطر أنه هو لهذا، وإنما دي سنن الدين. هو الدين كده أنه وقت الأذان فعلا تتوقف الأعمال والناس يروحوا يصلوا ويرجعوا. ده كان شيء الحقيقة كانت فرصة ذهبية أنه تستقر هذه القاعدة. ولكن الطريقة يعني أن يرفع أذان في وقت جلسة سياسية، هنا سياسي وهنا ديني، على من هذا أسألك. ما هو ده الحقيقة الشرخ اللي حاصل في ثقافتنا إحنا، إن إحنا مش عارفين نعمل هذه الموائمة. لو تعرف حضرتك إنه حتى في عهد فتحي سرور لما وجد إن في نواب عايزين يصلوا في مواقيت الصلاة، كان بيجعل الجلسة لا تبدأ في مواقيت الصلاة. والموضوع ده بقاله سنين، يعني جلسة مجلس الشعب عبر السنين الطويلة كانت تبدأ 11 صباحا، لكن فتحي سرور ذكاء منه خلى الجلسة تبدأ بعد 12 عشان اللي عايز يصلي يروح يصلي الظهر وخلاص، ويبقى من الظهر للعصر بعضه. فإذا كان ده الفترة اللي كان فيها النظام اللي كان موجود، فالحقيقة صحيح هو عملها ذكاء حتى لا يحدث تصادم بين المعنيين. فأنا في الحقيقة يعني في رأيي أنه لا، بالعكس المجلس يتبنى نوع من المصالحة بين سياسة ودين، بين ثقافتنا وبين عقائدنا وبين ممارساتنا، والمسألة مبسطة جدا، ولا يعني حتى لا يضطر أحد لإحياء الشعيرة نفسها يعني. نعم.